بصراحة أنا مش فاهم إمام عاشور، أقسم بالله ما فاهمه. يعني إمام عاشور النهارده جاب جول حلو جدا جدا جدا، بس ما رضاش يحتفل عشان هو كان جاي من حرس الحدود للمحلة، هو أساسا من المحلة أو من المحلة لحرس الحدود، فما رضاش يحتفل احتراما لجماهير المحلة. بس ما بيجيب جون في الزمالك بيحتفل وبيقلع التيشيرت وبيجري وبيعيط وبيصوت مش عارف، أنا والله ما فاهم. لو حد فاهم يفهمني. تعالى وانا فاهمك يا كابتن خالد. امام عاشور لما اتنقل من ميتلاند الدنماركي الى النادي الاهلي، جمهور غزل المحله لا شتم امام عاشور ولا هاجم امام عاشور ولا اتريق عليه ولا اتنمر عليه ولا عمل حملات تشويه ضده في السوشيال ميديا، ولا طلع رئيس النادي السابق لغزل المحله يشتم في امام عاشور ويتطاول عليه، ولا مجلس إدارة غزل المحلة طلع يهاجم إمام عاشور، ولا الإعلام بتاع غزل المحلة فضل يقطع في إمام عاشور. طبعا العكس تماما حصل من جماهير الزمالك ورئيس الزمالك السابق وإعلام الزمالك وكل حاجة تخص الزمالك، شتيمة وهجوم وتطاول على إمام عاشور. فالطبيعي كبني آدم إن الراجل يبقى عنده كبت وعنده شحن من جمهور الزمالك من كتر الاساءات اللي شافها ليه والاهل بيته ولزوجته، فما يجي يجيب جون في الزمالك ده شيء طبيعي انه ينفجر من الفرحه ويكون في احسن لحظات حياته ان جاب جون في الزمالك. الناس اللي شتمتني وتطاولت عليا. لو حضرتك مش مصدق الكلام ده يا كابتن خالد، اسأل السؤال ده برضه: هو ليه كهربا لما اتنقل من الزمالك للأهلي وجاب جون في الزمالك برضه انفجر من الفرح ليه واحتفل؟ نفس الموضوع بالظبط. طيب تعال نرجع خطوة تاني لورا. هو ليه مؤمن زكريا ربنا يشفيه برضه لما اتنقل وراح النادي الأهلي وجاب جون في الزمالك كان طاير من الفرحة وبيحتفل وكان في أسعد لحظات حياته؟ نفس الموضوع. عايز بقى تفهمني ان امام عاشور ولا كهربا ولا مؤمن زكريا الله يشفيه اللي هو معروف ان دماغه عاقله وموزونه، اللعيبه دي كلها غلط والجمهور هو اللي صح؟ ما الجمهور لو كان ساب امام ولا كهربا ولا مؤمن زكريا في حاله لما اتنقل للنادي الاهلي ومفيش حملات ضدهم ولا شتيمه ولا هجوم، كان اللاعب هيجيب جون وعادي ما يحتفلش. ولكن السبب هو السباب والهجوم والتطاول والتنمر على اللعيبه دي لما تتنقل للنادي الاهلي. نقطة تانية برضو يا كابتن خالد مع احترامي، غزل المحلة ده هو موطن امام، هو اللي لعب فيه من الناشئين وطلع فيه كلاعب كورة، فده النادي الاصل بتاعه. لكن نادي الزمالك مع احترامي محطة في حياة امام منتهت، محطة زي حرس الحدود زي الزمالك زي ميتلاند الدنماركي، محطة خلاص وعدت. لكن النادي الأصلي اللي هو طلع من ناشئين فيه ولعب كورة واسم إمام عاشور بدأ يتعرف كان من خلال نادي غزل المحلة. علشان كده الراجل في علاقة ود واحترام من نادي الأصلي وبلده الأصلية. فالراجل لما جاب جون اعتذر ومحبش يحتفل علشان شعور جماهير غزل المحلة. لكن إمام وكهربا حتى لو رجع الأهلي تاني وأي لاعب حتى لو بن شرقي أو زيزو لو جه أو أي لاعب، جمهور الزمالك أو إعلام الزمالك أو إدارة الزمالك تطاولوا عليه وشتموه هجموه هيحتفل ويعمل كل حاجة علشان الجمهور هو السبب مش اللاعب هو السبب. أتمنى إن أكون وصلت لكم الصورة كاملة وشرحت لكم الموضوع من وجهة نظري الشخصية. في النهاية بحب أشكر حضراتكم. كان معكم عمرو مصطفى نسر الجزيرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.